طبعا دي كانش مظبوطة كده، نظبطها. ان احنا كنا بنتكلم على شهادة العزل الميكانيكي. هنتكلم عن شهادة السقالات. بتكتفي طبعا، بعض الشركات بتكتفي طبعا بكارتة اللي موجودة على السقالة ذات نفسها. نمسك اول حاجة طبعا اللي هي كارد وورك بيرميتس، تصاريح الاعمال الباردة او نظام تصاريح الاعمال الباردة. يتم إصدار هذا النوع من التصريح لإنجاز الأعمال التي لا تتضمن معدات أو مواد ينبعث منها لهب، حرارة أو شرز، مثل أعمال ترتبط بالتربيط وفتح الفلانشات، وضع وإزالة الأوجه الصماء. ساعتها هقول على البيرمت اللي عندي كولد بيرمت، لا ينتج عنه حرارة أو شرز أو لهب. عندك زي أعمال الدهانات، الصيانة الدورية بالبلوف، الصيانة الدورية للمولدات والطرمبات، المولد وهو مقفول مش شغال، أعمال العمل على ارتفاعات بما في ذلك السقالات، لاينز يعني أوجه صماء، طرمبات، بمبات، كل ده يعتبر cold permit. عندك مثال اهو، work location مكان العمل، الوقت من كذا لكذا. هو برضو قال لك هنا مكان العمل، مترجم لك الاسم، حلو، تاريخ، وصف العمل المطلوب، العدد وأدوات المستخدمة، كله كاتب لك عربي انجليزي. عندك المهمات السلامة اللي بتتحط، اللي انا عاوزها، الناس شغالة في حتة معينة فمحتاجين جهاز تنفس، فعندي البي بي اي بتاعتي، عندي الاحتياطات اللي انا اخدتها، في عندي جهاز تيست، جهاز قياس الغازات، كل التوقعات الخاصة بجهات مسؤولة، كل الامضاءات او التوقعات الخاصة بجهات مسؤولة، سواء توقعات بالاستلام او الانتهاء من العمل.